السلام عليكم. سمعتوا الأخبار ديال الولاية 59 الجزائرية التي تقع بعد حديقة الحيوان؟ قالك سيدي بأن الحرارة طلعت بزاف، هذا تسبب لها باضطراب الكهربائي. في حادث غير معتاد فوجئ التونسيون بانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي أغرق البلاد في ظلام دامس، وأثار الانقطاع حالة من الاستغراب والمخاوف من أسبابه وتداعياته انتشرت على إثرها روايات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي. وهالضرب هذا هو اللي كان سبب الانقطاع ديال الكهرباء في بعض المناطق في تونس. أما بالنسبة لنا فوقعت واحد الكارثة ديال الحريق المحول في منطقة دخ. ظهر لي هذه هي المنطقة اللي كتوزع على تونس. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن الاضطراب والانقطاع في توزيع المياه الذي تم تسجيله اليوم منذ الساعة 3 بعد الزوال بولايات تونس الكبرى كان بسبب عطب فجئي على المحول الكهربائي المركزي بمحطة ضخ المياه الخام بغدير القلة. الناس بقاو بلا ماء وبلا كهرباء، لأنه نتوما عارفين بأن الجزائر هي اللي كتعطي الكهرباء لتونس. فعمي توتو منين عطى لجورجيا ميلوني الكهرباء والغاز وكل شيء، عمي قيسوس ما بقى عنده والو. وهذه هادشي اللي كيتقال والله اعلم.